في كرة القدم هناك ألقاب تحسم داخل الملعب، وهناك ألقاب تتحول إلى احتفالات تاريخية خارج الملعب، وهذا ما حدث بعد تتويج مولودية الجزائر بلقب البطولة العاشر في تاريخها، حيث عاشت العاصمة وباب الواد أجواء استثنائية صنعتها جماهير العميد. شوارع العاصمة وخاصة باب الواد عاشت أجواء استثنائية بعد تتويج مولودية الجزائر بلقب البطولة العاشر في تاريخها. آلاف الأنصار خرجوا إلى الشوارع للاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي، رافعين الأعلام ومرددين أشهر أغاني العميد وسط أجواء حماسية رائعة. الحدث الأبرز كان الحافلة المكشوفة التي أقلت اللاعبين والطاقم الفني في جولة احتفالية عبر شوارع العاصمة. أينما مرت الحافلة كانت الجماهير الغفيرة في انتظارها لتحية الأبطال والتعبير عن فرحتها بهذا التتويج الذي جاء بعد موسم طويل وشاق. باب الواد المعقل التاريخي لعشاق المولودية كانت في قلب الحدث، حيث تحولت شوارعها إلى بحر من اللونين الأخضر والأحمر، والأهازيج والألعاب النارية صنعت مشاهد مميزة ستبقى راسخة في ذاكرة أنصار العميد. وقبل هذه الاحتفالات وبالتحديد في ليلة آخر مباراة من البطولة التي كان لقبها قد حسم مسبقا لصالح مولودية الجزائر، شهدت شوارع باب الواد احتفالا ضخما من الأنصار، حيث أضاءت الفيميجان والسينيال سماء المنطقة في كراكاج استثنائي صنع مشاهد رائعة وأكد مرة أخرى الشغف الكبير الذي يربط جماهير العميد بناديها. ولم يمر هذا الكراكاج مرور الكرام، بل تحول إلى حديث العديد من الصفحات العالمية والرياضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولت صفحات من مختلف الدول الصور ومقاطع الفيديو التي وثقت هذه الأجواء الاستثنائية. وقد لفت المشهد الأنظار بفضل الكثافة الجماهيرية الكبيرة والتناسق المميز في استعمال الفيميجان والسينيال، ما جعل سماء باب الواد تكتسي اللون الأحمر في صورة مبهرة. هذه المشاهد أكدت مرة أخرى السمعة التي تتمتع بها جماهير الكرة الجزائرية عموما وجماهير مولودية الجزائر خصوصا عندما يتعلق الأمر بصناعة الفرجة في المدرجات وخارجها. وسيبقى كراكاج باب الواد أحد أبرز اللقطات المرتبطة بتتويج العميد باللقب العاشر، نظرا للانتشار الواسع الذي حققته صوره ومقاطعه عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي. احتفالات أكدت مرة أخرى الشعبية الجارفة لمولودية الجزائر، وعكست حجم الفرحة التي عاشها الأنصار بعد تحقيق اللقب العاشر في تاريخ النادي، لقب سيبقى محفورا في ذاكرة عشاق العميد لسنوات طويلة. وفي الأخير، ما رأيك في احتفالات أنصار مولودية الجزائر باللقب العاشر؟ وهل تعتبر الكراكاج الذي شهدته باب الواد من أجمل المشاهد الجماهيرية هذا الموسم؟ شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للمزيد من الفيديوهات. سلام.